علي معلول رقم 21. أخونا اللي جه نورنا في مصر من تونس، بدأ مسيرته في شبان النادي الرياضي الصفاقسي، وفي 2009 بقى ضمن الفريق الأول للنادي، ومع الوقت قدر يشارك في مباريات أكتر ويثبت نفسه مع فريقه أكتر لحد ما بقى من أهم اللاعبين في تشكيل المنتخب التونسي. وفي 2014 بقى هو القائد الأول لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، وفي موسم 2015 كان هو الهداف الأول في الرابطة التونسية المحترفة الأولى برصيد 14 هدف، وده كان رقم قياسي لأن ما كانش فيه أي لاعب في الوقت ده قدر يسجل أكتر من 9 أهداف في موسم واحد. في 2016 بدأت أخبار كتير تنتشر على إنه هينضم للنادي الأهلي، لكن ما كانش فيه أخبار مؤكدة، وكان الجمهور كله في حالة ترقب. وفعلا في يوليو 2016 انضم علي معلول للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم بصفقة قيمتها 750 ألف دولار. معلول لعب مع الأهلي 292 مباراة، سجل فيهم 51 هدف وصنع 85 هدف. وزي ما علي معلول قدر يكسب حب الناس في النادي، قدر كمان يكسب معاه بطولات كتير. فاز مع النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري 5 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات، وكاس السوبر المصري 5 مرات، وكاس مصر 3 مرات، والسوبر الأفريقي مرتين. كمان فاز بلقب أفضل لاعب أجنبي في الدوري المصري سنة 2018. وكان ختام رحلته مع الأهلي من أيام بس في مباراته الأخيرة اللي فاز فيها الأهلي بالدوري. كان وضع صعب عليه وعلينا، لكن الأكيد إننا عمرنا ما هننساه.